فاكر كلمة سيدنا أبي بن كعب؟ لو فاكرها وعارفها انقلها للفعل، عيش بيها. يوم ما قال: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. علامة عوض الله في المستقبل إنك أنت إرادتك تبقى قوية دلوقتي، واعمل حسابك وأنت بتترك إن العوض جاي. مش ممكن تعمل اللي عليك وربنا ما يوفيش معاك وعده. تقوية إرادتك جزء من اختيارك لربنا، وده ثمن يجب على كل واحد أن يتحمل مسؤوليته حفاظا على عفته. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الفل او مساء الفل على اختي وحبيبتي وامي اللي بتتابعني. وحشتوني كمان مره، وحشتوني بجد، وحشتوني قوي. وحشني الكلام معاكم. عارفه ان انا متاخره عليكم، لكن غصب عني والله العظيم كان عندي ظروف كده معطلاني ومخلياني مش عارفه اشوف حالي خالص. لكن خلاص انا فضيت وبقيت معاكم. ربنا يدوم المحبه اللي بينا. شكرا للناس اللي تواصلت معايا وعرفت توصل لي واطمنت عليا. ربنا يديمكم نعمه في حياتي. وشكرا للناس اللي كانت بتبعت لي على القناه هنا. ربنا يديمكم نعمه في حياتي. انا تمام وزي الفل الحمد لله. ان شاء الله باذن الله هحكي لكم كل حاجه بالتفاصيل، وهعرفكم كل حاجه النهارده. حتى الخبر الحلو والخبر الوحش اللي كنت قايله لكم عليه هقول لكم عليه النهارده ان شاء الله باذن الله بكل تفاصيله. وهحكي لكم الحكايه كلها من اولها لاخرها. انتوا عارفين ما يبعدنيش عنكم غير الشديد القوي. فالنهارده بقى انا معاكم. يا رب كلكم تكونوا كويسين وبخير، وربنا يكبر بخاطركم دايما. النهارده عندنا روتين في المطبخ صعب شويتين 3. زي ما انتوا شايفين كده المطبخ يضرب يقلب. انا عملت نصه، ما قدرتش اكمل عشان نبقى متفقين يعني. تعالي بقى معايا كده نشوف هنعمل ايه في المطبخ بتاعنا ونظبط حالنا. والموضوع اللي كنت هتكلم معاكم فيه هفتح قلبي واكلمكم فيه النهارده. عارفه اللي في ناس ممكن تزعل، في ناس ممكن تتضايق، في ناس ممكن تفرح. الموضوع بصراحه انا مش عارفه افرح ولا احزن، اتضايق ولا اتبسط. فمش عارفه يعني. هنشوف دلوقتي كل حاجه وهنتكلم ونفضفض في كل حاجه ان شاء الله. بس تعالي كده الاول قبل ما نبدا نقول اي حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. عملت ايه؟ ظبطت كده البوتاجاز وخليت المكان نضيف وزي الفل، علشان خاطر بس يبقى الدنيا حواليا تمام ومية فل وعشرة. بحاول على قد ما اقدر ان انا اعمل اللي انا اقدر عليه، لان انا كنفسيا تعبانه شويه يعني. زي ما تقولي كده مش متظبطه. فالواحد لما ما بيكونش نفسيا مش متظبط ما بيبقاش قادر اللي هو يناهد او قادر يتكلم او قادر يعمل حاجه. فبتحسي ان انت بتعملي الاولويات اللي عليكي وبتسيبي بقى بقيه الحاجه، يا دوب انت بتخلصي بس حاجات بسيطه. فدوت اللي كان بيحصل معايا اليومين اللي انا ما نزلتش فيهم روتين ولا اي حاجه. النهارده يمكن يكون الروتين كله فيه غسيل مواعين كده، بس مش قد اللي انا عايزه اتكلم معاكم. يعني انا حبيت اللي انا اتكلم معاكم وانا بغسل المواعين كده ونفضفض مع بعض. اول حاجه لميت الرخام كله وديته ناحيه الحوض. اللي عايز يتغسل هغسله دلوقتي، اللي عايز يروح دولاب المطبخ وديته، زي مثلا علبه الرز، ازازه الزيت، ازازه الخل، وهكذا يعني. هنبدأ بقى نغسل المواعين ونشوف هنعمل ايه. طبعا زي ما متعودين على طول واحنا واقفين بنغسل المواعين بندعي ونستغفر ونحمد ربنا. وعودي نفسك اللي انت طول الوقت تدعي وتحمدي ربنا وتستغفري، وبصي على اللي في ايديكي وقولي الحمد لله انا عندي نعمه غيري مش معايا. اوعي تبصي على اللي في ايد غيرك على طول، خليكي بصي على اللي في ايديكي، لان رزقك هيعدي من قدام عينيكي ومش هتاخدي بالك منه. يمكن الكلام دوت انا بعيده مرة واتنين وتلاتة وناس بتزهق من الكلام ده، لكن هو دوت الواقع. انت لو مشيتي بيه هتبقى عندك ارتياح نفسي من جواك، هتحسي بالرضا، هتحسي براحة البال، هتحسي بالسعادة اللي انت ممكن يكون السعادة في ايديكي بس مش حاسة بيها. تعالوا احكي لكم بقى على اللي حصل يا جماعة. الخبر الوحش اللي انا كنت مخبيه عليكم، مش حكاية مخبيه، انا كنت عارفاه بس ما كانش لسه اتنفذ تمام كده. لكن لما تنفذ البيت القديم خلاص ما بقاش موجود. ازاي يا هبه؟ ايه اللي حصل؟ خلاص كده يا جماعه الدوله خدت البيت علشان خاطر هيدوه ويدخل في طريق صلاح سالم. دوت الخبر. انا مش عارفه افرح ولا احزن، اتضايق ولا اتبسط. جوايا شعور غريب جدا، شعور اللي هو ايه، انا لما كنت بحن للماضي كنت بنزل اقعد هناك وابقى مرتاحه نفسيا شويه. دلوقتي لما حن للماضي مش هيكون في ماضي خالص، لاني مش البيت بس، ده المنطقه كلها. فالحمد لله المنطقه ديت مش حكايه المنطقه اللي انا اتجوزت فيها، لا،
ده اصلي من زمان قوي، ده اهل امي واهل ابويا في نفس المكان دوت. فعشان كده في انتماء اسري جامد جدا بيني وبين المكان اللي انا اتربيت فيه واتجوزت فيه وعشت فيه، والناس كلها عارفاني، كلهم يعتبر قرايب في بعضينا، عارفه اللي هو تحس كده للمنطقه كلها قرايب في بعضيها متجوزين من بعض، فتحس كده في انتماء اسري شويه للمكان. فممكن يكون هو دوت اللي كان داعب لي نفسيتي شويه، لكن الحمد لله انا برمي كل تقالي على ربنا، وربنا هو اللي بيمشي لي حالي، هو اللي بييسر لي اموري. فالحمد لله لما طلعت الايجار اللي انا قاعده فيه دلوقتي دوت كنت متضايقه شويه. الاول كنت فرحانه ومبسوطه، بس لما طلعت الايجار اتضايقت. بعد كده قلت الحمد لله، وبالفعل موضوع الايجار دوت نفعني جدا. نفعني في ايه؟ نفعني اللي هم جم في يوم وليله يلا نزلوا عفشكم علشان خاطر الحي هيهد البيت. طب عفش دوت انا لو كنت لسه قاعده هناك، عفش دوت كان هيتعمل فيه ايه؟ واحنا دلوقتي وقت امتحانات، احنا دلوقتي عندنا امتحانات، مين هيفضي الدواليب، مين هيفك السراير، مين هينقل معايا العفش؟ حاجات كتيره جدا كانت ممكن تحصل في الوقت ده. فعشان كده حكمه ربنا بقولك اوعي تستغربي لها ابدا، ما تستغربيش لحكمه ربنا. حكمه ربنا اللي خلاني اللي انا انقل فات سنه ونص، بس حكمة ربنا خلاني انقل عشان ما اتبهدلش بالعيال، ما اتمرمطش بيهم، ما يبقاش في ضغط عليا، ما يبقاش في حاجات كتير. طب ابيع العفش ولا اجر شقة ولا اروح اقعد فين؟ ايه ده، هو انت مش هتستلمي شقة؟ لا مش هستلم شقة. بس الحمد لله على كل حال، دوت اللي كان مأخرني عنكم. بس الحمد لله برضو ارجع اقول انا الحمد لله طول الوقت بدعي لربنا يديني على قد نيتي، وبالفعل ربنا بيديني على قد نيتي. ساعات بيحصل مواقف في حياتنا يوميا بتتعرضي اللي انت ممكن حد تاني يفهمك غلط، لكن انت قدام ربنا ايه؟ انت قدام ربنا فاهمة صح وبتعملي الصح ولا ايه حكايتك؟ انا قدام ربنا بعامل كل الناس صح، وما بغضبش ربنا. اللي عايز يفهم غلط فهو من الاول بيفهم غلط، واللي عايز بيفهم صح فمن الاول بيفهم صح. انا يعني ما يهمنيش اللي قدامي دوت فاهم هبه ازاي، بس يهمني هبه بتعامل ربنا ازاي. بس كده ده اللي يهمني في الموضوع ده كله، وعلى الاساس دوت ربنا بيعاملني. فعشان كده بدعي طول الوقت ربنا يديني على قد نيتي. الحمد لله طول ما النية سليمة من جوه، طول ما ربنا هيقف معاكي. طول ما انت خالصة و ما يعني ما بتجيش على حد، ما بتكسريش خاطر حد، فربنا برضو بيقف معاكي. الحمد لله، الحمد لله على كل حاجة، الحمد لله على الحاجة الحلوة والحاجة الوحشة، الحمد لله على كل النعم. لو انت حصل لك موقف وحاسة ان الموقف دوت وحش بالنسبة لك، لا مش وحش والله ولا اي حاجة. الموقف دوت ممكن يعلمك حاجات لو عشتي عمرك كله مش هتعرفي تتعلميها. الموقف دوت ربنا ممكن يكون خلاكي تتحطي فيه علشان بعد كده تاخدي الموقف الصح في حياتك. الموقف دوت هو ممكن يكون صح بالنسبة لك وما تفهميش اللي هو صح غير لما تمر عليك السنين والايام، وفعلا تعرفي ان الموقف دوت غير لك حاجات كتير في حياتك. فانا من هنا بقول لكم ادعوا كتير واستغفروا اكتر واحمدوا ربنا اكتر على كل حاجة. الحمد لله طول الوقت قولي الحمد لله. ولو انت مش محتاجة حاجة من ربنا ومش بتدعي كتير، ادعي لربنا يدوم عليك النعمة اللي انت فيها، ادعي لربنا يدوم عليك الصحة والستر وراحة البال والرزق الحلال. وقولي تحت كلمة الرزق الحلال ديت مليون خط. اهم حاجة في الدنيا الرزق الحلال، حتى لو قليل جدا، دي كفاية من عند ربنا. الحمد لله. بالنسبة بقى في كومنت كده جالي، قالت لي من يومين يعني غلطت فيا بمعنى اصح، بس انا عايزه اقول لكم اللي بتغلط فيا ديت بتبقى مريضه نفسيا، او هي ممكن يكون مش حكايه مريضه نفسيا عشان دي كلمه بنصبر بيها بعض. هي ممكن يكون مش فاهمه الحقيقه صح، او مش فاهمه الواقع صح. بتيجي تتفرج على كلمتين وبتسمع كلمتين مني وتروح واخده بعضيها، مش قادره تربط الاحداث كلها ببعضيها. لو متابعاني يوميا او متابعه اسلوب هبه بالذات هتفهمي كل حاجه، هتفهمي اللي هبه غير كل اليوتيوبر اللي موجودين على اليوتيوب. هتفهمي اللي هبه ملهاش علاقه بيهم. انا بسمع حاجات وحاجات كتيره جدا، ايه ده وانا مش عايشه في اليوتيوب ولا ايه؟ انا بصور الفيديو وانزله وراح واخده بعضي ونازله، واخده بعضي وخارجه من اليوتيوب، يعني مش قاعده في اليوتيوب. يمكن قليل جدا لما بفتح فيديو حد وبتفرج عليه، والله العظيم دوت اللي بيحصل. ما بتفرجش على حد خالص من اليوتيوب حاليا، علشان خاطر محتاجة اريح دماغي. مش ناقصة وجع دماغ، مش ناقصة وجع هري كتير وزحمة كتير في يومي. انا عندي بيتي وعندي عيالي وعندي اولوياتي وعندي حاجات كتيرة جدا.
فما تاخديش كل الظاهر زي بعضه، ما تاخديش كل الناس زي بعض، صوابعك مش زي بعضيها، ده اللي انا اقدر اقوله لك. ف اي حد هيكتب كومنت مش حلو فانا بعد كده هعمل بلوك، لاني هتنفخي في قربة مقطوعة، او مخرومة بمعنى اصح يعني. فريحي نفسك وما تكتبيش كومنتات مش سلبية، لان انا بدلته على طول عشان تبقي واخدة بالك يعني. فمهما تكتبي كومنت فاعملي حسابك اللي ما فيش حد شايفه غيرك انتي بس كده. فهتغلطي انا مش هرد الاساءة باساءة، لاني ما اتعودتش ان انا ارد الاساءة باساءة. فبسيب كل حاجة على ربنا، ربنا هو اللي بياخد لي حقي من كل حد بيجي عليا او بيظلمني او بيجرحني بكلمة. لدرجة اللي في مواقف حصلت قدامي انا مش شمتانة، اللهم شمات، بس شمتان. تحسبيها ازاي ديت؟ مش حكاية شماتة والله، حكاية اللي ممكن حد يقولك كلمة تجرحك وتمر عليك السنين والايام، وبعد كده ترجعي تلاقي اللي الكلمة اللي اتقالت لك دي بتتقاله بنفس المعنى بنفس اللفظ. ايه ده؟ سبحان الله. فتحسي بقى من هنا كرم ربنا، ده ربنا كبير قوي، ربنا قادر اللي هو ياخد لي حقك. شفتي بقى؟ شفتي من هنا؟ والله ما شميته ولا اي حاجه، انا كنت بهزر معاكم دلوقتي، بس بقى بيبقى في فرحه كده وفي رضا نفسي من جواكي، اللي انتي ما خدتيش حقك بس ربنا هو اللي جاب لك حقك، ربنا رد غيبتك. حاجات كتيره ممكن تحصل في يومنا تغير حياتنا 180 درجه. فخلي بالك من يومك، خلي بالك من حياتك، خلي بالك من جوزك، خلي بالك من عيالك. ما تخليش حد يتدخل، الدخول الزيادة عن اللزوم دوت بيبوظ العلاقات، بيبوظ حاجات كتيرة جدا. بالنسبة للبنوتة اللي هي كانت من يومين كده، مش من يومين، ده من اسبوع، وقالت لي يا هبه انا شاكه اللي في حد بيدخل البيت عندي، وطبعا قرت كل الكومنتات اللي انتوا قلتوا لها عليها. هي عملت ايه بقى؟ طلعت تنصح منكم كلكم. بتقول لي يا هبه انا جبت الدقيق وفتحت، جبت كيس دقيق وفتحت باب الشقه. بصي البت دي دماغها بصراحه ايه، بسم الله ما شاء الله، ذكيه خالص. إيه شكلها كانت بتتفرج على افلام ومسلسلات كتير قوي. انا عن نفسي كهبه ما جاش في دماغي الفكره ديت خالص، بس هي طلعت ايه اشطر مننا. كله قال، انا كمان قلت لها نفس الرد اللي انتوا كتبتوه في الكومنتات. قلت لها غيري الكالون. في بقى ناس قالوا لها اكسري الكالون، في ناس اكسري المفتاح جوه الكالون وجيبي كالون جديد وركبيه ومحدش هياخد بقى المفتاح. في حد قال لها اعملي لنفسك مشة ورجعي تاني من غير ما حد ياخد باله، واطلعي اقعدي في البيت من غير ما ايه حد يسمعك خالص. لا هي بقى عملت ايه بنت اللذينه؟ لان انا قلت لها نفس الكلمه ديت برضو لما هي كلمتني على الواتس. قالت لي انا جبت دقيق وحطيته في كيس وخلاص كده انا نازله طفيت الانوار بتاعه الشقه كلها، والمفروض ان انا خرجت بره الشقه وبقفل باب الشقه. قبل ما اقفل باب الشقه رشيت شويه دقيق كده على السيراميك، ما بين السيراميك وما بين باب الشقه والسجاده. رشيت شويه دقيق كتير علشان خاطر لما حد يجي يدخل الاقي بصمات بقى رجليه، بصمات الشبشب، بصمات الجزمه، ايا كان بقى. فالمفاجأة كانت اللي فعلا في حد بيطلع البيت، بس هي بقى عايزة تعرف مين. قلت لها لا معاكي ربنا بقى، انت مش عرفتي اللي في حد بيدخل البيت لوحدك كده وطلعتي قروبة وناصحة، فخليكي بقى انت بقى شوفي بقى مين اللي بيدخل عندك البيت. ركبي كاميرات يا اختي. يعني البت طلعت بسم الله ما شاء الله عليها قروبة. شفتوا بقى جيل اخر زمن، التفكير بتاعنا برضو ما وصلناهوش، يعني التفكير تحسي برضو اللي احنا تفكير قديم شويه. ايه اكسري المفتاح جوه الكالون، راقبي المكان، بصوا تحسي ان احنا في مخابرات. البت كانت شغاله مع مين؟ انت كنت شغاله مع مين يا بت انت؟ المهم الحمد لله ربنا يوفقها بقى في حياتها وتعرف بقى مين اللي بتدخل بيتها. هتلاقي حماتك داخله بس كده تتفنش كده شويه، ممكن يبقى اخت جوزك لسه ما اتجوزتش فطالعه برضو ايه تبص كده. بصي والله اعلم عشان ما اظلمش حد لان بعد الظن اسمه، فالله اعلم برضو مين ممكن يكون. مثلا حماتك بعد ما انت بتمشي هي بتطلع تطمن تشوف انت قفلتي الحنفيات الغاز الكلام دوت، فانت ما تعرفيش برضو. طالما مفيش حاجه بتتسرق من بيتك يبقى خلاص ممكن تقولي لجوزك وبصنعة لطافة كده هو يعرف، بس كده طالما انت عرفتي اللي في حد ايه بيدخل البيت عندك. لكن ما تعمليش مشكلة على الفاضي، ده اللي انا اقصد اقوله لك يعني. فهنا بقى كنت غسلت بقى كمية المواعين الحمد لله،
وعايزه اقول لكم بقى مش قادره اقف على رجلي والله. موضوع صعب جدا على فكره، موضوع الازاله والحي والاوراق وحاجات كتيره جدا. يمكن انا ما عشتهاش كلها، بس عشت يوم واحد، اليوم الواحد دوت كسحني بمعنى اصح. فالحمد لله على كل حال. هنا ازازه الصابون كانت خلصت، وعندي اخر شويه صابون في الجيركن، هحط عليهم شويه ميه. بس انا عندي ازازتين لسه جايباهم الشهر ده، واكيد انتوا شفتوهم في المشتريات. بس قلت اخلص بس الجيركن الاول، بعد كده ايه اروح مطلعه بقى الايه الازازه من الازازتين. طبعا اخر شويه تقال جدا مش عايزين ينزلوا، فروحت حطيت فيهم شويه ميه ورجيتهم. هغسل بقى الحوض كويس جدا، وخلصت بقى البوتاجاز والسيراميك بتاع الرخامه والحلل زي ما انتوا شايفين كده، لان كان المطبخ فعلا يضرب يقلب. عارفه اللي في ناس دلوقتي هتزعل على البيت اللي اتهد، انا كمان زيكم ذكريات جميله وايام حلوه، وعشت فيه كل حاجه، الايام الحلوه والايام اللي مش حلوه، والدنيا كانت تمام وزي الفل. بس الحمد لله يعني كل حاجه ليها نهايه. فهو كانت نهايته كده الحمد لله، نهايه سعيده. بس انا متضايقه على الذكريات، فطبعا كل الذكريات هتكون موجوده على القناه اللي هي اللي اختفت. بس هي رجعت تاني الحمد لله. بقول لكم اللي اختفت ايه، هي بقى موجوده. معلش والله متلخبطه، قلقانه، جوايا شعور كده مش عارفه في حاجه غلط، يعني حاسه اللي في حاجه غلط. على فكره الناس اللي هتنزل من صلاح سالم الايام دي هتلاقي كل البيوت مهدوده، اللي هي اللي على طريق صلاح سالم، لان هما بدأوا التوضيبات في الطريق، فكله بقى اتهد. الصيدليه والسوبر ماركت اللي هم على الشارع العمومي، اكيد في ناس كتير هتبقى عارفه الاماكن دي. كمان هيهدوا العماير اللي هي محطوطه دي اللي لونها صفرة والشبابيك بتاعتها بني. الشباك اللي هو اول شباك ده شباك بتاع جدتي، فبرضه في ذكريات جميله كده، كنا بنقعد برضه في الشباك ونبص على الطريق صلاح سالم في الاعياد وفي المناسبات. فكانت ذكريات جميله الحمد لله على كل حال. يلا كل واحد بياخد على قد نيته، فالحمد لله انا راضيه ومبسوطه، ومش هقدر اتكلم واقول اي حاجه غير الحمد لله. ربنا بس يديم علينا الرضا، امين يا رب العالمين. هنا كنت خلصت، بس كان فاضل ارضيه المطبخ انا كنستها لكن محتاجه تتمسح، فقلت اجلها لبكره ان شاء الله. عملت كوبايه شاي، وبحبكم في الله يا احلى واطيب